صباح الورد والفل والياسمين. الحقيقة المنتج هذايا عملته الصباح، ما نعرفش يوصلكم بعد شقة الفطر في الصباح في العشية في القايلة، والله ما نعرف. ان شاء الله نهاركم زين، كان بعد شقة الفطر صحة شريبتكم، وان شاء الله رمضانكم مبروك، وان شاء الله ينعاد عليكم بالصحة والخير يا رب العالمين. لهنا يا البنات ريتو كيسان قلت لكم نستنى فيهم باش يجيو، هما جاو سيب. لكن ما جاوش كيما معناها انا جاو الاولانيين، معناها خاطر اللي جاو الاولانيين وفاو جاو في الفوجه الثاني. جاو في نوار وروج، والله ما احلاهم مش خايبين، عجبوني نوار وروج. فرمان محمد باش يعجبوه على الاخر على النوار والروج. وهذاك كيس شوف ما احلاه لذيك. تعرف عندي برشا عليها هذيك على الاخر، الكيس هو الوحيد اللي شهيته ما صدقت الربي وسني هذاك الكيس بالذات لنا ناسا على الاخر. حبيت منه واحد في الدوري واحد في الارجون، ما لقيتش في الارجون وفي لقيته في الدوري. وانا الحقيقه البنات كي نوصي فيه موش يوصل من هنا، معناه موش منه. المراه اللي ناخذ من عندها اللي تجيب فيه من ليبيا، يعني يبقى باش يوصل ما ينشهر، فهمت؟ يعني كتبرمج عليه باش تاخذ وتراسيلك شهر كم. تي المهم انا واحد اخذاه وفرح بيه، ان شاء الله يعجبكم واعطوني رايكم فيه. لهنا البنات بديت نحضر معاكم في عشاء ثاني نهار في رمضان. عملت الخميره وحطيت معاها السكر، والله يا البنات كي نقولكم لله فازة تشيخوا علي بالضحك. نسيت الملح، لكن البا جت مبنها بنينه 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 على الاخر، على خاطر هي بحكم اللي فيها مالح وكل ما جتش ظاهره اللي يعني مالحه. كوش كي تاكل شويه كلي من الاخر العجينه وحدها تشلق بها اللي هي مسوسه، اما لكن العجينه جت تحفونه على الاخر باهيه خفيفه 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 على الاخر. حطيت لهنا ماين كيس ماء، معناه انا عملت ماين كيس ماء وحطيت معاه باكو خميره باكو خميره وباكو قلت باكو خميره ايو كيس ماء ومغرفه سكر. وحاولت لنا باش نغطيها بالغطاء نتاع التبروير، ما حبش تتغطى، معناها هي ليتني حطيتها من الاول في التبروير خير. ولنا جيت قشرت البطاطا باش نحضر معاكم، نعمل معاكم صحين كفتاجي باش نعمل خبزه محشيه. دبرت اليوم معناها صحين كفتاجي وخبزه محشيه وسليطه يا ربي ورضاك، والبريك هذاك بالطبيعه. الحقيقه ما نكذبش عليكم البنات، لهنا تشد اليد، والله الكفتاجي يشد اليد. اما عرفتك بشوي بشويه واحد وكاها. الشوربه عندي من البارح، عندي من البارح والكل. اليوم باش نطيب شوربه اخرى. عندي من البارح الشوربه حطيتها وعملت خبز، والله هذيك كطريف العجينه اللي عملتها ما تجي حتى شيء. عملت لي 3 خبزات وفضلت منهم شويه، نحب نعملوا حاجه اخرى معناها نحب نعملوا، اما والله فضلت منه يمكن نعملوا حتى حاجه حلوه نعملها العجينه اللي فضلت نجرب نعملها حاجه حلوه، خاطر هي جت حلوه بلاش ملح معناه. لأن بديت هكا نقلي البنات نحضر فيهم، بديت نقليت البطاطا، نحط كي من البطاطا نقليها ولا الواحد ما نفوحيش انا غاديك، يعني في كفتاجي نفوحو من بعد تالي كي نجي من بعد نقصو، كي نجي نقصو نفوحو. عارف كل يوم واحد يحيرش باش يطيب رمضان بصراحة هو بخير وبركته محلاه، لكن كل يوم انزل المراه بصفة عامة تحير شنو باش تطيب. انا واحدة من الناس تشتاي حتى باش تعمل كسكسي مقارونة ما ياكلهول حتى حد، نولي نقول له شكون باش نعملها، نضطر نعمل حاجات هكاكا الخفيفة شايحة هكاي. هو كفتاجي وفضل منه، معناه الكفتاجي شوية وفضل منها تريف مش برشا الحقيقة. لهنا كان بشوية بشوية نظف. قولوا لي انتم اش عملتوا، اش عامل فيكم رمضان، تعبكم ولا ليه؟ ايش تعبكم في الصيام ولا ليه؟ انا واحدة من الناس والله دهشني شوية دهشني تعبني، لكن سافا الحمد لله مازال مواصل الحمد لله، الحمد لله مازلت هكا المواصلة والحمد لله. شوفوا شميسة، تعرف لهنا عندي في الدار لنا الكوجينة والصالة مش تشرق فيها شمس تغرب فيها، فهمتوا؟ ريتوا العشية بحكم باش تدخل الكوجينة تدخل مع العصر، تصلي العصر وتدخل الوقت هذاك اللي تدخل فيه تبدا الشمس قويه مغاديك تحرق تبدا شمس قويه تحرق حتى للغروب محلاها. هي من العصر للمغرب القعده في الكوجينه ولا في الصاله محلاها، خاصه الكوجينه تبدا تشوف مغادي الشمس كيفاش تغرب وكل تحفونه على الاخر المنظر محلاه. لهنا بديت نخلط بشويه بشويه هكا، نزيد في الفرينه نتبع الحقيقه نتبع
نتبع تبع هكاك بتريف بتريف. هاني بشوية جات البات خفيفة 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 على الآخر. والله البنات زعما كنا نجربها نعملها بالحليب، زعما نجربها تجيب بات حلوة مش عارفة نجرب. شفت أختنا جزيرية عاملة بات وعملتها حلوة وبعد تالي معصلتها من فوق، عجبتني على الآخر الفكرة. قاعدة نذكر أنا والفيديو اللي شفتها فيه، أنا قاعدة نذكر قد الاسم الفيديو الواحد باش نعاود نرجع لها ونجربها، أهرب عليا. لكن محلاها الفكرة عجبتني على الآخر. شفتوا لأنا راهو من الشمس مش من الواحد، ضوء كيكة من الشمس على الآخر. بديت كيكة بشوية يعني نقلي، نحضر مني يد فيها نقلي مني يد نعجن، عرفتوا بشوية بشوية باش نعمل. ونغسل الماعون، حاولوا البنات تقصى حد اغسل الماعون قبل شقة نفطر، ريت مخيبو بعد شقة نفطر بصراحة مهما تقول يتلم. صحيح بالرغم راني بعد شقة الفطر ما غسلوش انا، تغسلوا مرة، اما لازمني نحي لها الكبير الكل. عرفتوا كم تاع الحوسة متاع اللي قبل شقة نفطر لازم نحي. انا اللي عملت فيه كفتاجي غسلتها وباش بعدها قليت فيها البريك وباش بعد لازمك هكاك. معناها اول حاجة ما عنديش برشا معون، وثاني بالثاني معناها لازمني ندور نتحرك نغسلو وما نخليش، خاطر ديما يحوس الماعون، تحوس بطريقة غير عادية. انا ريت الغسلان الماعون ما يكدنيش، يكدني الترجيع متاعو، يكدني ترجيعه، خاطر ترجيعه في القاعة معناها اللوتة فك الواحد من اللوتة وغارقة من نجمش كي نطبسها كيكة باش نرجعه، هذيك اللي تعبني ديما مكثرية نقول مرام. اما غسلانه ما يكدنيش، لأن جيت قصيت عملت المعدنوس هيك الشمس خاطر ضربتني على الآخر والله. أما ما شاء الله محلاها، تعرف الطقس يهبر الربيع، محلاه محلاه محلاه. كما جاش رمضان واحد يخرج يمشي هكا فيه البلاصة هكا ربيع وكل ويتفرهد وكلها وتجي محلاها منظرة ريحة الورد وكل. أنا شيخة عليها بصراحة، الطقس أعز حاجة عندي في حياتي الربيع، الله غالب هذاك الطقس المفضل عندي، الربيع وحده 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 عندي. هكا لنا بشوي بشوي. ريتوا البنات توكا نحضر، عملت البطاطا، نقلي العظم، بطاطا عظم، فلفل، القرع، الفلفل والقرع والطماطم. الطماطم نقسمها على 2. شوف فما ناس تعمل الصوص الطماطم وحدها، انا الحقيقه في الكفتاجي لا، نقليها هكا نقسمها على 2، ضربه منه ضربه منه، ما نخليهاش تتقلي برشا معناها فهمتني. وبعد نقشرها بسهوله تامه، تكون هكاكا نحسها تبقى طماطم حيه مع الكفتاجي خير. والعظم نعمل شو معناها كعبتين مثلا طيبين وكعبتين مروبين بالكدا باش يكون في الخلطة أسهل. أنا المرة هذه في الكفتاجي حطيت الهروس، عندي الحكة متاع الهروس طيارة على الآخر. حبيت نشري الفلفل متاع الهروس بصراحة غالي، شنية 6500 ولا 7000 اللي نشوفه بصراحة غالي. عاد ناخذ حكة كيكة وكهو، خاطر باش تاخذ كيلو وباش تعمله باش تحطه ترحيه ماكش باش تلقى فيه كونتيتي كبيرة راه فهمتني. وليت قلت ناخذ في الهروس البريود هذه كل معناها في القضية. شفتوني قضيت الهروس بزي، خذيت 3 حكايك أنا هروس، أني نستعملهم في رمضان تويك خاطر نحبهم في الواحد هكي. مرام اليوم يمكن في اليوم تحب على سلطة بلانكيت قلت لها نعملها لك تحب عليها، لكن نحضر بشوية بشوية بتريف. ريتوا البنات واحد ما يتعبش روحه، واحد ما يجهدش برشا على خاطر رمضان والكل باش ما يفشلش وباش ما يتعبش. حاولوا حتى القضية والله في الليل تكون خير من اللي في النهار. ريتوا الحقيقة أنا تو الجمعة هذه خاطر محمد يخدم بالنهار مش بالليل، ما نجمش نصور معاكم اني مثلا كيفاش نقضي في الليل، اما باقي جمعة نصور معاكم كيفاش نقضي بالليل كي هو يخدم بالليل. وجمعة جاية نولي فطور الصباح. عرفت فطور شقانا فترة، قلت فطور الصباح سيء نسيت، شقانا فترة نولي باش نطيبوا الصباح بكري. يعني مثلا الجمعة الجاية مش الجمعة هذه اليوم شنية الأربعاء الخميس والجمعة الخميس بركة معناها كيك، وبعد نبقى نطيب شقان فتري عادي. يعني الجمعة هذه كلها عادي، من الاثنين الجاي نبدأ نطيبه الصباح، نبدأ نطيب شقان الفطر بالصباح، نحضر كل شيء الصباح أو كي يجي شقان الفطر نحطه شقان فطرنا احنا ومحمد نعبيله قبل شقان الفطر باش يهزوا وكل. وكان بالكش انه ما نعرفش خاطر بالكش انه يشق معانا فطر وبعد يخرج يمشي، والله ما زلنا ما نعرفوش خاطر البروغرام كي مازال ما يتفهمش في الخدمة. لأن البنات العجينة حضرت أو حطيت فرشت التابي، عملت البابي حطيتهم
على طبق الكوشه، خاطر طبق الكوشه نتاعي ماهمش هكا جدد، باللي حكيتهم وقدرتهم ماهمش هكا جدد، خاطر ما خذيت الكوشه مستعمله وعندي برشا من اللي شريتها فهمتها. ماذا بيا ديما نحط البابي تحتها خير معناه، ديما هكاكا خير. لأن هكا شفتوا البنات والله جاتني باهية خفيفة، العجينة خفيفة طاوعتني فيسع، حطيت شوية هريسة. فتكم بطريف حاجة بركة فتكم فيها، خاطر الفيديو قص عليا لهنا اني حضرت سوتيت الزبدة وحطيت فيها الشامبينيون، نظفت شامبينيون وحطيته وسوتيت الزبدة معناها، هذيك الحاجة اللي فتكم فيها، وباقي كله معاكم. وسمطت طريف بطاطا متاع البريك، لهنا عملت هريسة وعملت معاها مايونيز، وحطيت شوية شامبينيون من اللوتة وعملت بعد تالي حطيت جبن مثلث وحطيت جامبون، قصيته خاطر مربعات الجامبون، وحطيت جامبون وبعد تالي حطيت الطن وحطيت الجبن العربي من فوق. معناها انا حشيتها هكاكا فهمتني. انت كل قدر الدجاج الحقيقه ما عنديش، ولا سكالوب مازالت ما عنديش، مازالت ما خذيتش ما عنديش، اما كان جات عندي راني عملت لها معناها. حبيتها فيها كل شيء، عجبتهم البنات الصغار ودليل عجبته منوع، النكهه متنوعه يعني ما تفهمش ما بين الجامبون مع الشامبينيون والطن، عطيت نكهه بنينه على الاخر. الدجاج بركة ما جربتش حطيت فيه، هاكا شفتوني كيفاه الجبن الواحد ما فيها شيء، سهلة اللي عندك في الدار حط فيه اللي عندك، ريت الجبونات والوحدين اللي موجود في الدار، حتى طيف الدجاج أي حاجة اللي موجودة عندك في الدار تحشيها باللي موجود، معناها مش حاجة لازم كبيرة ولا تعمل لها. الحقيقة ما عنديش، كان جات عندي دجاج راني عملت لها وحطيتها، عملت لهنا 3 كعبات البنات، وفضلت لي منها راي العجينه شوي، فضلت لي طريف، قلت الطريف هذيك اللي فضلت لي تو نجربها، خاطر هي نسيت انا ما حطيتش ملح، اما لكن انا كل شيء مفوح وكل شيء مالح بريسك. هذاك علاش الجبونات خاطر بزيت، والطن ماك تعرفوا فيه ملح، والشامبينيون انا فوحته وملحته خاطر عملته سوتيته بالزبده وحطيت له ملح وفلفل اكحل وسكنجبيل. هاكا شفتوا هنا البنات حطيت بالطريف نعبيها. عملتها سهلة والله لا فيها حتى شيء، وما شاء الله خاطر ريت كلاوها بالكدا يشبعوا. انا اعطيني كي يعمل حاجه في رمضان تتكل بماكله ما تطيشليش، هذيك الحاجه اللي انا علاش نتجنب اني ما ناخذش، ما نعملش مرقه، ما نعملش كده باش تطيش لي، ان نعمه ربي ضدها، ضد نعمه ربي تطيش، حتى من حرام واحد والله قدام ربي يتحسب بها، عبد يعلم بيك ربي وكل نعمه تطيش حرام. لهنا ريتو البنات جيت لك الواحد متاع الجبن ذيك الحكم متاع الجبن اللي فرغت، حطيت فيها الابيض متاع العظم وحطيت الاصفر في صحفه، على خاطر علاش الابيض متاع العظم باش بعد تالي نحطه في البريك معناها. شرفتها كي شويه بك الواحد متاع البيتزا شرفتها بها ودهنتها بالعظم، وبعد حطيت عليها شويه سينوش. ما عنديش جلجلي، اما مرة جيت نعملها بالجلجليل خاطر زاده حتى بالجلجليل تجي تحفونه. انا عندي شويه سينوش حطيته من فوق طريف سينوش، سهله والله البنات، سهله على الاخر سهله. شنيا لهنا الوقت بدا يزرب فيا وقويت في الكوشه، انا غلطي اني انا قويت شويه في الكوشه، نورمالمون راني نقصت شويه، خاصه انا كوشتي قويه، خاطر كل عبد وكيفاش كوشته، انا كوشتي قويه، حقني راني نقصت شويه، وانا ماني حليتها من فوق ومن لوتا كوشه، حقني راني نقصت شويه، جاتني من فوق مش مسهده برشا، لكن الحقيقه نعش، لكن من الداخل طريه انا حبيتها معناها دوري مش هكاك اللون فهمتها، لان ريتوك العظم اللي جبته اوكا مع البطاطا، حطيت عليه شويه معدنوس، بديت نحط عليه في الجبونات اللي عندي، جبن شرائح، جبن مثلث، وجبن رابي معناها العربي، حطيت عليها الجبونات اللي عندي، حطيت عليها طريف طن وخلطتها لهنا. البريك ساهل على الاخر، عملته سهل، بدا الوقت بالحق يزرب فيا اخر لحظه الوقت. هاني قلت لك الكفتاجي يشد اليد، والخبزه الحقيقه ما شدتنيش برشا وقت، كذب على حرام سهله على الاخر، اما الكفتاجي يشد اليد، ما هو معروف المقلي والكل يشد اليد، هذيك الحاجه الوحيده اللي شدت لي يدي. لهنا حطيت خلطت الخلطه متاع البريك وشديت نعمل في الكفتاجي، عملت له التسطيره نتاعو، حطيت بديت نقص فيه اوكا بشويه قصيته، زدت له طريف بصل
هكاكا باش يتقسم معاه، حطيت له شوية معدنوس وحطيته هكاكا، حطيت كعيب عظمة تصمت باش نزينها من فوق، حسيلو كفتاجي سامبل على الآخر وبسيط على الآخر، حتى كبدة ما عنديش ما عملتش فيها، راهو مش بالضرورة كل شيء مع بعضه، معناه اللي مش لازم عليا نعمل كفتاجي كان ما يكون بالكبدة ولا يكون بسكالب عادي، نجم نعمل كفتاجي كيكة عادي، أو كعاملة خبزة محشية، حاجة تعوض حاجة، معناها ريتو ديما حاجة تعوض حاجة، خاطر إذا باش تعملوا كل شيء مع بعضه بصراحة يتسمى تبذير، كل شيء مع بعض، وواحد ما يدريش عليه نجم يجيك ضيف على غفلة في رمضان، لازمك تكون قاري حسابك، ديما عبد يكون عنده هكا حاجة يستر بها وجهه هكا، فهمتني؟ لهنا البنات ريتو والله في بالي باش نعمل حاجة حلوة في السهرية ما عملتش، فشلت، تعبت، ريت ريحة الزيوتة، بالرغم راهو كي يروح دالي يلقاني أنا نقلي في البريك، يلقاني نقلي في البريك، خلى عليا قال لي باي أنت كمل لف مغادي وتو أنا نقلي لهنا، الحقيقة عاوني بالكدا يا ربي فضله، يعاوني على مثلا هكا يخلط، خاطر هو يخلط مع شقان الفطر بالضبط، يعاوني عليه، يحاول انه يعاوني باللي يقدر، معناها انا لهنا بديت نحضر وكل هذا قبل ما يوصل دليل لهنا، قبل خاطر انا دوب ما وصل هو انا ديركت حطيت القهوة، قلت سي الاذان باش يذلني ما عادش فيها، لازم القهوة تطيب، القهوة قبل كل شيء الله غالب لو كان ما تجيبش القهوة والله لا يهمه في حد شيء في رمضان هيك توصل، حطيت القهوة باش تجيب باش كي يذل الأذان يشرب قهوته يرتاح في مخه يرجع عادي، حتى الماكلة ريت الماكلة ما ينجمش ياكل، وفي رمضان راني ما نخرجش والله ما نمشي لحتى دار، ما نمشيش حتى دارنا ما نمشي لهمش، على أول حاجة ما نبداش خاطر هو عنده مشكلة القهوة هكاكا، ومعناها لازم يتكيف قبل كل شيء، القهوة عنده قهوة يشم ريحتها ويتكيف وبعد تالي يمشي هيك، ريت باي يتكيف بركة ويشم قهوته، بعد نمشي ونصليه يمشي يتعشى عنده هذيك، هي هذاك هو أهم حاجة، الله غالب إن شاء الله ديما نقول ربي يهدي، لهنا البنات ريتو نصور وقاعد تليفوني يتشارج على خاطره، حاولت نقصها بصراحة كي سخونة ما تقصلكش بالكدا معناه، لكن جاتك ترية 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 على الآخر، حقني راني زدت خليتها شوي، أما سيء البنات هكا والأذان باش يذن نزر بلنا الأذان باش يذن وحبيتهم ياكلوها معناها سخونة وكل، العمل قصيتها خشينة، شوفوا الأولى نية لما سخونة قصيتها خشينة وبعد تالي هكا بديت نقص شوي، خاطر سخونة برشا معناها ما نجمتش، حتى أنا ما نجمتش نتحمل معناها شدينها هذاك عليه لكن الحقيقة خفيفة جاية خفيفة 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 وبنينة على الآخر، نودكم وما نشهيكم، وإن شاء الله يا ربي إن شاء الله ربي يطعمكم الناس الكل ويطعمكم في الجنة، لهنا هذا العشاء متاعي سامبل وما فيه حد شيء، طريف بديك طريف كفتاجي خبزة محشية وسليطة والشربة ويا نعيما يا ربي ورضا، إن شاء الله ينعاد عليكم بالصحة والعافية يا رب، البنات ما تنسونيش في اللايك والكومنتير، راني باش نكبر كان بيكم انتوما، لهنا حتى في الواحد والله ما عملتش حاجة حلوة، عملت قهوة